عارفين ايه هي اسوأ حاجه ممكن تحصل للمبرمجين وهم بيشغلوا الكود؟ لا، مش ان البرنامج يدي ايرور. الاسوأ انه ما يديش ايرور ويقول لك يا عم مفيش مشكله ولا حاجه، وبعدين تلاقي ان البرنامج ما بيعملش المطلوب منه. الموضوع ده كابوس بالنسبه لاي واحد بيتعلم او شغال في البرمجه. وسريعا قبل ما اقول لكم على اهم مهاره لازم تكون عندك كمبرمج، هقول لك ان احيانا بيكون في حاجه مش منطقيه اتعملت في الكود والبرنامج مش بيدي ايرور لانه بالنسبه له انت كاتب له الكود لغويا صح، يعني مش ناسي قوس مثلا، مش ناسي سيمي كولوم. لكن الحاجات اللي منطقيا غلط دي هو ما يقدرش يقول لك انها مش منطقيه، لانها بالنسبه له انت اللي عايز الدنيا تمشي كده. انت اللي قررت مثلا تحط الشراب في الثلاجه بدل ما تحطه في الغساله، مشكلتك انت، روح حلها بقى. ولان الكود يبقى كبير جدا صعب اكتشاف الثغره اللي خلت البرنامج منطقيا ما يشتغلش. عشان كده المبرمجين بيلجأوا للحل الامثل وهو ما يسمى بالديباجنج. الديباجنج هي عمليه تحليل وتفكيك الكود حته حته علشان المبرمجين يقدروا يعرفوا الثغره اللي خلت البرنامج ما يشتغلش كما هو مطلوب. والعمليه دي بتتم عن طريق ادوات مخصصه للديباجنج زي اي دي ايز مرتبطه بسيميوليتورز مثلا، بتخليك تبص جوه الكود حته حته وتعرف فين المشكله بالظبط. لو اي كورس بتاخده ما فيهوش المهاره دي لازم تتعلمها بنفسك. مفيش شركه هتقبل انك تكون مش عارف تحدد مشكله الكود فين، خصوصا الاخطاء البرمجيه بتحصل عادي جدا وحاجه شائعه جدا نتيجه ان الكود بيكون كبير جدا زي ما قلنا وكذا واحد شغال عليه. تقدر تتعلم المهاره دي عن طريق اليوتيوب مثلا، مليان كورسات ديباجنج. او لو انت شغال على اي دي اي او سيميوليتور معين تقدر تكتب اسم الاي دي اي او السيميوليتور في سيرش اليوتيوب وجنبها كلمه ديباجنج. او لو انت بتتعلم امبيدد انجينيرنج ممكن تكتب له اسم الاي دي اي واسم السيميوليتور واسم مايكرو كنترولر اللي انت شغال عليه وجنبها كلمه ديباجنج، وهيظهر لك باذن الله فيديوهات توضح لك ازاي تتعامل مع اي مشكله تواجهك في الكود باذن الله. قول لي تحت في الكومنتات لو حابب تعرف عن مهارات تانية ضروريه ليك كمبرمج او تعرف عن مجال معين، قول لي وانا باذن الله هعمل لك عنه حلقه مخصوص. وبس كده، سلام عليكم.